أول حاجة أنا عايز أشرح حاجة في الأنجولار اسمها سيرفيس أو خدمات. أنت أكيد استخدمتها سواء في الأنجولار لو أنت بتستخدم أنجولار أو استخدمتها في أي فريم ورك تاني أنت استخدمته، ماشي أوكي. بس أنت عارف عشان تستخدم السيرفيس دي لازم تستخدم ديزاين باترن اسمه dependency injection أو حقن التبعية. طب هو إيه التبعية دي بالظبط؟ الخدمات دي عبارة عن كلاسز تابعة لكلاسز تانية فبيسموها تبعية، تمام؟ طب ليه قالوا عليها حقن؟ ده لسه هنعرفه بعدين، يعني لسه هنعرفه احنا عشان احنا بنتكلم في الفيديو، تمام؟ بس اللي انت تفهمه دلوقتي ان الديزاين باترن ده او الديبندنسي انجكشن هو ديزاين باترن او طريقة كتابة كود، تمام؟ معمولة كتطبيق عملي لفكرة الانفيرجن اوف كنترول او التحكم المقلوب. بس السؤال هنا التحكم في ايه بالظبط؟ اكيد في التبعية، فاكيد في الخدمات. بس التحكم ده اتقلب ازاي؟ يعني هو كان ايه وبقى ايه؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نفهمه دلوقتي وعايزين نعرفه. بس عشان نعرف كل الكلام ده لازم نفهم المشكلة اللي الانفيرجن اوف كنترول او التحكم المقلوب او الفكرة دي يعني اتعملت عشان تحلها. هي معمولة عشان تحل مشكلة التايت كابلنج. طيب حلو، عشان بقى تفهم بقى كل الكلام ده كله بشكل عميق لازم نبدأ من زمان خالص، نشوف ايه اللي كان بيحصل او بيعملوا الكود ازاي زمان او بيكتبوا الكود ازاي زمان، وازاي واجهوا مشكلة التايت كابلنج، وازاي وصلوا لفكرة الانفيرجن اوف كنترول وعملوا عشانها ديبندنسي انجكشن. تعالى بقى نحكي قصة من البداية.